السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من معابد الجنوب المصري، وهو معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري. يقع معبد الملكة حتشبسوت في حضن الجبل الغربي لمدينة طيبة، ليكون معبدا لتخليد ذكراها. وقد أشرف على بناء هذا المعبد المهندس العبقري سين موت، فشيده على 3 مسطحات كبيرة اتخذت شكل الشرفات يعلى أحدهم الآخر، واستبعد منهم الهرم والمسلة وحجرة الدفن، ولكنه أضاف مقاصير للتعبد ولإقامة الطقوس لكل من الآلهة الرئيسية، وهم الإله أمون رع إله طيبة الرئيسي، والإله رحور أختي إله اليوبلس، والإله حتحور إلهة الحب والجمال عند القدماء المصريين، والإله أنوبيس إله التحنيط وإله الجبانة، ولأداء الطقوس التي تفيد الملكة في العالم الآخر. ولكن كرس في المقام الأول لعبادة الآلهة العظيمة مثل الإله أمون رع إله طيبة، وقد شيدت المقاصير لباقي الآلهة الأخرى. وبدأ في تشييد هذا المعبد في العام 8 أو 9 من حكم الملكة حتشبسوت، وقد استخدم فيه الحجر الجيري الجيد في بنائه. وأطلق على هذا المعبد في عهد الملكة حتشبسوت قدس أقداس الإله أمون، واختصر في عهد الرعامسة وأصبح البقعة المقدسة. أما اسم الدير البحري فهو اسم عربي، حيث أطلق على هذه المنطقة في القرن السابع الميلادي بعد أن استخدم الأقباط هذا المعبد ديرا لهم. معبد الوادي كان مهشما تماما، وكان يخرج منه الطريق الصاعد الذي كان يتميز بوجود تماثيل للملكة حتشبسوت في صورة أبو الهول على جانبيه، وكان يوصل للمدخل المعبد الرئيسي الذي كان مهدما، ومنه تصل إلى السطح الأول يشغل متسع بجدار منخفض من الحجر الجيري مدور في أعلاه. وكانت يوجد في الفناء أشجار مختلفة من أشجار المار وأشجار النخيل التي أتت بها الملكة من بلاد بونت، ثم حيضين للمياه، وأغلب الظن ينمو فيهم نبات البردي المقدس. ويوجد في الجانب الغربي من هذا الفناء شكلين على هيئة كرانيش، هما الخلف الجانب الأمامي للمسطح الثاني، ويحمل السقف صفين من الأعمدة، بكل صف 22 عمودا على صفين أعمدة. الصف الأول في طراز خاص، فقد شكل نصفه الأمامي على أساس عمود مربع، أما نصفه الخلفي فقد اتخذ شكل نصف عمود ذو 16 ضلعا، يزين اسم كل عمود اسم الملكة، ومن فوق الصقر حورس. ويوجد تماثيل للملكة في صورة أزورية بارتفاع 7 أمتار في الطرف الأيمن من الجهة اليمنى، وهناك في الطرف اليسار. أما بالنسبة للمناظر والنقوش فقد تهدم أغلب مناظر الصف الشمالية بشكل عند الدخول، ولم يبقى منها إلا منظر يمثل صيد الطيور بالشباك. وأما المناظر في الناحية الجنوبية هو يمثل نقل مسلتين كبيرين من محاجر أسوان إلى معبد الكرنك عبر نهر النيل فوق سفينة تسحبها سفن أخرى، وتحت هذا المنظر مجموعة من الجند يحملون الأعلام احتفالات بتكريس المسلتين. ونصعد بعد ذلك بواسطة الدرج إلى يتوصل إحدود الصاعد الذي يفصل الصفتين لنصل إلى المسطح الثاني والشرفة الثانية، ويبلغ عرض هذا الإحدور 10 أمتار بالتقريب، ويحدد يمينا وشمالا سجان مقوس أعلاهم يتماس كل سياج في بيداته. يوجد نقش جميل من الداخل يمثل أسدا يحمي الملكة، وبالتالي يحرص المدخل الموصل إلى الشرفة الثانية. ونجد في نهاية المسطح الثاني صفتين من الأعمدة يحمل السقف منهم 22 عمودا على الجانبين، كما يحل واجهة الكرانيش البديع. ويوجد على الصف اليمنى والشمالية مناظر للولادة المقدسة للملكة حتشبسوت والإعلان عن النسب الإلهي. وهناك منظر آخر لبعثة التي ذهبت إلى بلاد بوند الشهيرة. ونصل إلى الصفة الجنوبية اليسرى حيث توجد مناظر بعثة بوند، وهي أغلب الظن بلاد الصومال حاليا، فقد أبحرت 5 مرات السفن الكبيرة المحملة بالمصنوعات المصرية الراقية تحت قيادة القائد نحيسي. تبدأ مناظر هذه الرحلة من الزاوية الجنوبية لهذه الصفة بالمناظر السفلى على الجدران الغربي الذي يوضع بالنص والصورة إبحار البعثة المصرية إلى بلاد بونت في البحر، وبدأ الطريق الطيب إلى أرض الإله والسفر في سلام إلى بلاد بوند بجيوش سيدة الأرضيين طبقا لأمر سيدة الإله أمون رع سيد عروش الأرضيين. أما أبي تسوت لتحضر له العجائب من كل بلد أجنبي، لأن يحب كثيرا ابنته حتشبسوت معت كارع، وهو الاسم تتويج الملكة حتشبسوت.
ونشاهد أيضا في الصف الأسفل من الجدار الجنوبي وصول المبعوث الملكي إلى أرض الإله ومعه جيش الذي خلفه أمام عظماء حكام بونت، محضر جميع الأشياء الجميلة من القصر للآلهة حتحور سيدة بونت من أجل حياة ورخاء وصحة جلالته. والمنظر يمثل المبعوث المصري واقفا خلف جنوده وأمامه منضدة عليه مجموعة من الهدايا الجميلة تشمل عقودا من حبات الخرز وأساور وبلطة وخناجر، ويقف زعيم بونت الذي أطلق عليه اسم بارهو، وكان يتبع زوجته إيتي بجسدها الضخم واثنين من بناته وأبنائه. ولذلك المناظر حمار كانت تركبه الزوجة عليه نص ظريف يقول حمارة الذي تحمله زوجته. وبعد ذلك نشاهد بعض من أهالي بونت أمام بيوتهم التي صورت على هيئة أكواخ مقامة على دعائم، ويصعد إلى كل منهم سلم وماشية ترعى وتذكر النصوص التي نقشت فوق أهالي بونت فوق قوة البحارة المصريين وكيف وصلوا إلى هنا إلى هذه البلاد العالية. ليعرف الناس هل أتيتم عن طريق السماء أم أبحرتم على ظهر المياه. فوق هذا المنظر نشاهد الخيمة التي نصبها المصريين لاستقبال عظماء بوند وقدموا لهم التحية من الخبز والنبيذ واللحوم والفاكهة وكل شيء من مصر طبقا لتعليمات الملكة حتشبسوت. وهناك مناظر صفين يعليان بين أشجار البخور وتنقل جذورها في سلال مليئة بالطين بواسطة الجنود المصريين، ويفصل المنظر مجرى مائي صورت فيه مناظر مختلفة من أسماك البحر الأحمر، وكلها تدل على ذكاء الفنان المصري وملاحظاته الدقيقة على نقل المناظر الطبيعية التي توضح البيئة وتسجيلها بكل واقعية وحقيقة. أما المناظر على الجدار الغربي من الصف الملاصق للجدار الجنوبي فنشاهد منظر شحن السفن الكبيرة بعجائب بلاد البونت، ويلاحظ الرجال وهم يسيرون على الثقالات ويحملون الأشجار المختلفة إلى داخل السفينة. ثم نشاهد منظر آخر يمثل ناشرة أشرعتها جاهزة للإبحار إلى مصر، وفوقها نص يذكر الأبحار والوصول في سلام إلى أوبت سود أي أرض الإله ومعابد الكرنك. ثم نرى مناظر يمثل أهالي بونت وقدموا الهدايا إلى المصريين ويحنون رؤوسهم تحية واحتراما لهم. ثم نشاهد على الجدار الغربي أيضا منظر تمثل الملكة مصحوبة بقرينها الكا وتقدم في صفين خيرات بلاد بونت إلى الإله أمون، وتشمل أيضا أشجار البخور والحيوانات المختلفة من فهود وجنود وزراف وماشية وأقواس للمعدات الحربية، وأيضا الذهب يقدم إلى الإله حورس. ونرى مناظر لوزن البخور ويقدم الإله جحوتي بالتسجيل بجانب هذا. نرى منظر الملك تحتمس الثالث يطلق البخور أمام المركب المقدسة للإله أمون سيد طير والذي يحمله الكهنة على الأكتاف. وفي عهد أمنحتب الرابع وفي عهد أخناتون نرى أيضا في نهاية الجدار الغربي مناظر الملكة أمام الإله أمون رع، وقد ذكر أن البعثة عادت في العام التاسع من حكم الملكة إلى طيبة. ثم يمثل المنظر الجدار الشمالي في منظر الولادة المقدسة، ويعتقد البعض أن مناظر الولادة المقدسة لأسباب هامة لإعلان النسب الإلهي للملكة من أجلها شهد هذا المعبد على أنه يكون مكرسا في المقام الأول للإله أمون بجانب كل من الإله رحور أختي والإله أنوبيس والإله حتحور. أما الهدف الثاني فيكون البناء الضخم معبد تقليد ذكرى الملكة، والأخير تم تسجيل أسطورة مولدها المقدس وأن تثبت نسبها إلى الإله أمون رع، ولذلك أمر بتتويجها وأصبحت ملكة على مصر، وقامت بدور الإله حورس على الأرض واتخذت نفسها لقب ابن الشمس وارتدت مظاهر الرجال وارتدت لبس الرجال، كما استعملت الذقن الملكية المستعارة الخاصة بالملوك. وكان هذا من أسباب دعت تحتمس الثالث بعد وفاة حتشبسوت وعلى القضاء عليها هي، وقد حطم أتباع تماثيلها وكشط اسمها من على جميع التماثيل. أما حجرة الملكة أحمس أم الملكة حتشبسوت وهي بجوار الإله أمون يجلس أمامها مقدما بإحدى يديه علامة العنخ موجها إلى أنفها، وقد يعني أنه يعطيها نسمة الحياة، ويقدم بيديه الأخرى علامة الحياة وأيضا واس متمنيا لها الحياة في ظل الرخاء. وقد جلس كل من أمون والملكة أحمس حتى علامة السماء بت. وبعد ذلك تشاهد الإله خنم يتلقى أوامره من الإله أمون بتشكيل حتشبسوت وقرينها الكاء على عجلة الفخراني، ثم الإله حقات برأس الضفدعة مقدما علامة الحياة أي نسمة الحياة إلى الطفل حتشبسوت. ومنها يباشر الإله جحوتي مع الملكة أحمس بقرب ولادتها. أخيرا يقود كل من الإله خنم والإله حقات والملكة أحمس على وشك الوضع إلى حجرة الولادة، وهنا يلاحظ ارتفاع البطن المقصودة دليلا على قرب الوضع.
وعند وصول الصاعد الثاني لمحور المعبد أي المسطح الثالث، هو يتكون من صفين الملكة حتشبسوت أمام الخلفية اتخذت شكل الأعمدة ذات 16 ضلعا وأغلبها مهدم الآن. وقد ظهر انتقام الملك تحتمس الثالث بشكل واضح في الأعمدة الأمامية، وقام بتكسير التماثيل للملكة على الهيئة الأزورية من أمامها. وبعد ذلك نجتاز المدخل الضخم المصنوع من حجر الجرانيت للملكة حتشبسوت بصفتها ملكة غير شرعية، وإنه هو الملك الشرعي البلاد بصفته الوريث الشرعي. أما عند الدخول إلى صالة الأعمدة المهدمة التي كانت محاطة بصفين من الأعمدة ذات 16 ضلعا، ويعتمد الجدار الغربي لصالة الأعمدة هذه على الجبل، ويتوسطه المدخل الموصل إلى قدس الأقداس، ويقع على محور المعبد، ويتكون من صالة طويلة ذات سقف مقبي في الصخر منحوتا في الصخر ذات 4 مشكاوات على كل جانب تصل إلى القدس الأقداس الذي يتميز بوجود مقصورتين صغيرتين واحدة على كل جانب توضح مناظر ونصوص قدس الأقداس والعلاقة الدينية لكل من الملك تحتمس الثالث وتحتمس الثاني والملكة حتشبسوت للآله أمون رع والآلهة المختلفة. ثم أضيف قدس الأقداس في عهد البطالمة ذات صفة 4 أعمدة على صفين، كما أضاف أغلب الظن الحجرة الثالثة والأخيرة داخل قدس الأقداس وزينوها بمناظر مختلفة أهمها على اليمين ويسار الداخل. فعلى اليمين نشاهد الملك أو المهندس أمنحتب بن حابو، وهو المهندس الذي عاش أيام أمنحتب الثالث، وتقدم مجموعة من الآلهة والآلهات. وعلى اليسار نرى المهندس أمنحتب الذي عاش في عهد الملك زوسر الذي عبد بعد ذلك إلها للطب من الدولة القديمة، ويتقدم مجموعة من الآلهة والآلهات. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات.